المحكمة الرياضية تنقذ إدارة الأهلي وتنقذ موسم الأهلي. امبارح كان حكم المحكمة الرياضية في قضية الدوري، مين اللي ليه الدوري السنة اللي فاتت، الأهلي ولا بيراميدز؟ المحكمة الرياضية لو كانت حكمت لبيراميدز الأهلي ما كانش هيقوم لقومة، الأهلي دي ما كانتش هتبقى أول ولا تاني خسارة قصاد بيراميدز، الأهلي كان هيبقى خسر من بيراميدز على كل الأصعدة، الأهلي هيبقى خسر من بيراميدز ملعب وبطولات، خسر دوري، خسر أفريقيا، بيراميدز هيبقى خد مكانه في كل حاجة بلس على كده. الاهلي خسران من بيراميدز صفقات السنه دي بس، حامد حمدان وعوده الفخوري، ماشي الاهلي بيقول لك اصل بيراميدز بيحطوا مبالغ خراميه وبتاع، بس طب والبطولات؟ ما انت كنت بتقول انا اللعيبه عندي بتأدي احسن من لعيبتهم، هم اللعيبه هناك بتلعب عشان الفلوس بس، روح اتفرج دلوقتي على لعيبتك. كانت هتبقى الخساره الاخيره اللي في النقطه اللي المفروض الاهلي اقوى فيها من فرق، مش الدوري المصري بس، افريقيا كلها، كانت هتبقى خساره اداريه، هيبقى اداره الاهلي بقراراتها خسرت الاهلي البطوله واداره بيراميدز قدرت تجيبها منهم. فدي كانت هتبقى الناحيه، الاهلي فعليا لو كان خد الضربه دي كانت هتعمل دربكه كبيره قوي، وكانت هتاثر كمان على الموسم ده وهتاثر على الاداره، وممكن كانت خدت الاهلي في حته محدش من جمهور الاهلي خالص هيحب يروح لها. فالنهارده يعني كان الله رحيما وكانت المحكمه الرياضيه رحيمه بجمهور الاهلي عشان يفضل على الاقل تدي نفس شويه للاداره، لان الاهلي مش طالب خالص اي مشاكل خارجيه تيجي دلوقتي، هو كفايه عليه اللي جوه وبيحاول يلمه.